هل ده هيبقى اقوى مسلسل في مسلسلات الموسم الجديد؟ وهل نسبة مشاهدته ممكن تتعدى مسلسلات كتير قوي موجودة دلوقتي؟ انا عن نفسي بقول ايوه. انا عارفة من ساعة الموسم الجديد ما بدأ وانا كل شوية اطلع اكلمكم عن مسلسل حلو، بس احنا حرفيا قدام موسم قوي جدا، المسلسلات كلها حقيقي احلى من بعض. لكن مسلسل خليفة بالنسبة لي كان من اكتر القصص المميزة الموسم ده. قصة المسلسل بتدور عن دكتور ناجح اسمه سرحان. يوم من الايام سرحان بيقابل بنت اسمها ملك بالصدفة، قرروا هما الاتنين انهم يتجوزوا. لكن القصة ما وقفتش على كده. سرحان في يوم من الايام بيضطر ان هو يرجع مدينة اورف، والمفاجأة اللي هتحصل ان هناك هيضطر يتجوز مرة تانية بس يلدز. وهنا بقى تيجي حلاوة المسلسل. انتوا امتى اخر مرة شفتوا مسلسل تركي ليه بطلتين؟ ده اللي خلى الناس من اول يوم تتفاعل مع المسلسل وتبدأ تسأل وانت تيم يلدز ولا انت تيم ملك؟ طبعا اكيد تيم يلدز. اي قصة فيها حب مستحيل انا معاها. غير بقى ان المسلسل ده لسه فيه اسرار وقصص كتير قوي هتتكشف على مدار الحلقات الجايه. حاجات برضه اللي متحمسه لها قوي هي قصه سرحات ويلدز، هي هتبدا ازاي وايه اللي هيحصل. لو سرحات فعلا حب يلدز، طب ايه وضع ملك؟ ولا سرحات هيحبهم هما الاثنين في نفس الوقت؟ زي ما قلت لكم هما الثلاثه عاملين دور مش طبيعي. نسبه مشاهده المسلسل كويسه جدا لغايه دلوقتي، عليت قوي من الحلقه الاولى للحلقه الثانيه. متوقعه ان نسبه المشاهده لسه هتعلى اكتر في الحلقات الجايه. عندي فضول اعرف بقى، هل انتوا من تيم ملك ولا من تيم يلدز؟